بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي، هذه المباراة اللي أدارها الحكم الأرجنتيني فاكوندو تايلو. نروح للحالات التحكيمية بداية من الهارد لك للمنتخب المغربي. كان نفسنا النهارده المنتخب المغربي يكمل ويفوز، ولكن طبعا قدر الله ما شاء فعل. أداء جيد من المنتخب المغربي، ولكن النتيجة جت عكس التوقعات. نروح للتحكيم ونشوف ونعمل مقارنة ما بين حكم الأرجنتين اللي أدار المباراة النهارده وما بين كمان الحكم اللي كان أمس في مباراة مصر مع الأرجنتين. شتان الفرق بين فاكوندو حكم اليوم وبين فرانسوا حكم أمس. يبدو أن فاكوندو استفاد من الدرس النهارده، كان نازل مركز، كان نازل حابب ان هو يقول ان انا موجود. نروح للحالتين المهمين. دقيقة 25 الحكم بيحتسب ركله جزاء لصالح امبابي. القرار بداية هي ركلة جزاء صحيحة. الشرح والتفصيل: اولا بنشوف الحكم هنا فاكوندو كان قاري كويس، كان عنده توقع كويس، ابتدى يتحرك ناحية اللعب ناحية الشمال، فتح زاوية رائعة لنفسه، وبالتالي هنا لم يتردد. شوف هنا مزراوي ضد لاعب منتخب فرنسا امبابي. مزراوي لم ينجح في لعب الكرة، واللي نجح في لعب الكرة هو حكيمي، حصلت عرقلة بإهمال هنا، والعرقلة كانت واضحة. حتى بنشوف هنا مزراوي لم يعترض على قرار الحكم، عنده قناعات بأن القرار كان قرار صحيح. ولكن قبل تنفيذ ركلة الجزاء شفنا في وقت كتير اتاخد، وده اللي اتكلم معاه امبابي مع الحكم في وقت الاستراحه لشرب المياه. يعني كان في حوار حصل ما بين امبابي والحكم. هنا الفار اتاخر ليه؟ لان الاي بي بي بيراجع بناء الهجمه. هل كان هناك قبل ركله الجزاء مخالفه ضد حكيمي من دوي لاعب منتخب فرنسا؟ هو ده الفار كان بيتاخر، مش عشان ركله الجزاء، لا، عشان الاي بي بي، عشان لو كان في مخالفه كان الفار يتدخل ويستدعي الحكم، لان زي ما قلنا لا يجب احتساب ركله جزاء او هدف ويسبقهم مخالفه تكون واضحه. بنشوف هنا المخالفه مش موجوده، دوي مع حكيمي، دوي بيستخلص الكره بدون ارتكاب اي مخالفه، وبالتالي هنا قرار الحكم باحتساب ركله جزاء صحيح، وقرار الفار في الاي بي بي كان قرار صحيح. بعكس مباراه امس اللي حصل فيها ان هدف الارجنتين جه، وكان في الاي بي بي كان في مخالفه لصالح محمد صلاح اللي كان المفروض تتحسب ركله جزاء، وهنا الاي بي بي ما اتدخلش، وكان قرار غريب جدا من الفار في مباراه امس. الحاله الثانيه دقيقة 59 بتشهد احتساب هدف فرنسا الأول. امبابي أيضا بيسجل بعد ما أهدر ركلة الجزاء، بيرجع ويعود يسجل. نشوف هنا هل الهدف امبابي تسبقه مخالفة قبل تسجيل الهدف؟ ده اللي احنا شفناه في الصورة. بعد ما فرنسا سجلت شفنا ان لاعبي المغرب بيعترضوا ان هناك كانت مخالفة قبل تسجيل هدف امبابي. بنروح للحالة في بدايتها اللي بنقول عليها الاي بي بي مراحل بناء الهجمة. لا يوجد مخالفة من لاعبي فرنسا اطلاقا، سواء لو كان لمسه اليد او كان في دفع. يبقى اذا هنا الاي بي بي لم يتدخل، لان مرحله بناء الهجمه كانت مرحله ما فيش فيها اخطاء، وبالتالي هنا هدف امبابي كان هدف صحيح لا تسبقه اي مخالفه. قرارات التحكيم النهارده كانت قرارات صائبه وصحيحه، بعكس مباراه مصر والارجنتين اللي شفنا اخطاء تحكيميه كثيرة أثرت في نتيجة المباراة، وتقاعس الفار عن التدخل خاصة في هدف الأرجنتين الثالث. قلنا التحكيم لما بيكون في تركيز وفي اهتمام الحكم ربنا بيوفقه. النهارده فاكوندو الأرجنتيني بيدير المباراة بدون أي أخطاء، مباراة تعتبر من الأفضل حتى الآن في الأدوار الإقصائية. تاني بنقول هارد لك للمنتخب المغربي. كان نفسنا نشوف المغرب في دور الأربعة، ولكن طبعا قدر الله ما شاء فعل. تحياتي لكم. في حالات تحكيمية أخرى أترككم في رعاية الله.